السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة بدأنا بيها شغلنا الراديو على القرآن الكريم. دايما كده محطاه جنبي في المطبخ، أحب أسمعه جدا، بيبقى مفيد جدا وبيسلينا، وبنسمع قرآن دايما على طول وذكر ربنا في بالنا ونسمعه على طول. دلوقتي أول يوم، النهاردة أول يوم في الأجازة، قلت بقى دلعهم شويه واعمل لهم شويه حبشتكنات كده من ايد لوزه. عملت لهم ترمس، حطيت عليه ليمون وشطه وحاجه جامده كده يتسلوا بيها بالليل وهم قاعدين. عملت لهم كنافه بالقشطه الكدابه، حاجه وهم، حاجه خطيره جدا جدا جدا. وعملت لهم بليله حلوه قوي سخنه كده يطلعوا منها بالليل ويتدفوا ويشربوا ويقعدوا يريحوا بقى شويه من بعد الامتحانات الصعبه اللي كنا فيها دي. طبعا ربنا مع الولاد اللي بيمتحنوا لسه، وربنا مع اولادنا كلهم يا رب، وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله. يلا بينا نشوف عملنا السهرة بتاعتنا دي ازاي وبايه، وعملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. محضره لهم قمح بليله، هعمل لهم بليله ونحطها في التلاجة، نطلع نسخن منها كده وناكلها بالليل فطار اي وقت نحب نطلعها اغسلها حلو جدا وانقعها واسيبها مثلا يعني من بالليل للصبح، او اقل حاجه ساعتين تلاتة. تمام. وجايبه لهم ترمس ده نص كيلو، هغسله واحطه على النار على طول في ميه واسلقه سلقه حلوه. وهنا محضره كوبايه الشاي الصغنونه بتاعتي. هتقولوا لي يا لوزه ده كوبايه شاي؟ طبعا احلى كوبايه شاي تشربيها في الكوبايه الصغنونه دي. يلا بينا هحط الحاجات ديت، اغسل القمح البليله بتاعي واغسل الترمس واحطه على النار، ونجرب ونشوف هنعمل ايه في بقيه يوم الاجازه بتاعنا. هنا الترمس بتاعي اتسلق، سويته كده سلقته حلو، ولا مستوي قوي ولا ني قوي، حلو كده. هغير الميه بتاعته بقى، احطه تحت الحنفيه واغير الميه بتاعته واملحه بالملح وحبه شطه كده واحطه في العلبه بتاعتنا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هعمل لهم كمان كنافه بالقشطه كده، حاجه جامده جدا يحلوا بقهم بعد الامتحانات اللي تعبتنا كلنا دي. هبتدي بالشربات. جبت كوبايتين سكر، تمام، على كوبايه ونص ميه. بسم الله. هرفعهم على النار، اول ما يغلوا على طول هعصر عليهم نص ليمونه وهسيبهم 10 دقايق يتقلوا. وبعد كده هرجع اول اطفي عليهم واحط نقطتين فانيليا او كيس فانيليا وسيبهم يبردوا تماما لغايه ما نعمل الكنافه بتاعتنا. يلا بينا بقى نحضر للكنافة بتاعتنا. عملنا الشربات بتاعها اهو، انا فضيته في حاجة تانية عشان يبرد، حطيته شوية في التلاجة. دي طبعا السمنة ولا اي حاجة، الجو ساقعة فجمدت شوية. اول ما تتحط على الكنافة وهي سخنة هتسيح وهتبقى تمام التمام. تمام. يلا نعمل بقى المهلبية او القشطة الكدابة بتاعتنا. هنجيب كوباية لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط عليهم قد معلقتين كبار نشا. بسم الله. عندك قشطة عادية تمام هنحط عليها دي، عشان المعلقة كده يبقى دول معلقتين كبار اللي هما بتوع الأكل. تمام. وهحط كيس فانيليا كده. أنا الشربات حطيت عليه فانيليا سايلة، بحب الفانيليا السايلة في الشربات. تمام. هبتدي برضو أحط معلقة كبيرة كده سكر، معلقة واحدة، وهقلب كل ده حلو جدا على البارد، وهحطه على النار لغايه ما قوامه يتقل ويبقى قشطه جامده جدا. يلا بينا بقى. ادي الكنافه بتاعتي دي نص كيلو كنافه، حطيتها في الفريزر وجمدتها كده، وبعد كده كسرتها بايدي. بصوا بسهوله جدا. تمام. وادي القشطه بتاعتي تقلت وبقت طعمها خطير جدا. هعمل ايه بقى في المرحله دي؟ عندي معلقه سكر بودره هحطها عليها كده على الكنافه، وهحط عندي نص كوبايه سمنه، بس مش هحطهم كلهم، هحط ربعها كده او نصها، وهدعك كل ده في بعضه.
غلفت الكنافة بتاعتي حلوة قوي بالسمنة والسكر. جبت صينية حطيت فيها سمنة، تمام، وابتديت لفتها كلها بالسمنة. هحط بقى فيها نص الكنافة بتاعتنا ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عملت الكنافة بتاعتي اهي. حاولت ان انا اخلي اجيب كده من الاطراف كده يبقى فيه طرف عالي كده شوية. عملتها حلو كده ودوست عليها جامد علشان تبقى مظبوطة معايا. في المرحلة دي بقى هجيب القشطة بتاعتي احطها عليها. حطيت القشطة بتاعتي في الصينية اهي. هبتدي بقى احط عليها بقية الكنافة بهداوة وبشويش خالص. حطيت الكنافة من فوق الوش، حاولت ان انا اسويها بهدوء وبالراحة خالص، تمام. هبتدي بقى احط السمنة بتاعتي من فوق الوش كده، بسم الله، وادخلها على فرن درجة حرارة 200 لغاية ما تحمر فوق وتحت. هنلاقي تحت احمر الاول واللي فوق هيبقى بسيط كده وهوريه لكم. والكنافة طلعت ريحتها قلبت الدنيا، سخنة جدا. في المرحلة دي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما قلبتهاش ولا اي حاجة. بسم الله. هحط كده بقى العسل والسمنة بقى اللي عليه دي هتدوب كده مع السخونية وهتبقى جامدة جدا جدا. العسل لازم يبقى تقيل وبارد. بصوا كده، عايزة اقول لكم خطيرة، ريحتها خطيرة خطيرة خطيرة. انا مش ما قلبتهاش ولا شغلت عليها الشوايه، سبتها لغايه ما اتظبطت خالص على الاخر كده. احط الشربات بتاعها كله اهو، واسيبها بقى كده لغايه ما تتشرب الشربات بتاعها والسمنه بتاعتي تسيح من عليها كده. وبعد كده هقلبها وارجع اقول لكم هنكمل بقيه السهره وكده اكلتي خلصت وسهرتنا واجازتنا ابتدت ان شاء الله. بصوا بقى الكنافه قلبتها اهو في طبق تاني. عايزه اقول لكم خطيره مقرمشه، طعمها جامد جدا وريحتها حلوه جدا. جربوها واعتمدوها كده وخليها عندكم رمضان، هتعجبكم ان شاء الله. هنا عملت الترمس بتاعي، حطيت فيه شرايح ليمون وشطه وملح وظبطته. وادي البليله بتاعتي جهزت، وهنا الترمس اهو. يلا بينا بقى نقطع الكنافه كده واوريها لكم كمان. كده قطعت الكنافه بتاعتي، بصوا جامده جدا والكريمه حلوه قوي. بصوا عامله ازاي، خطيره خطيره خطيره، هتعجبكم جدا. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.